السلام عليكم. هنحضر مع بعض النهاردة الكبدة الاسكندراني، واقولك ازاي تستوي معاكي صح من غير ما تشد منك، فتتقطم كده منك بكل سهولة. اهم حاجة هنجيب الكبدة بتاعتنا ونحطها يا جماعة في المصفى. الكبدة يا جماعة من الحاجات اللي ما بتتغسلش. ايوه ما بتتغسلش. جبت كيلو الا ربع من الكبدة، قطعتها شرايح ونزلت فيها كده في المصفى، وقطعت كده قرنين فلفل رومي بشرتهم ناعم، ونزلت كمان بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهنزل كمان بعصير ليمونة، معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، معلقة صغيرة من الكمون المطحون. هقلب المكونات دي كويس جدا وهي في المصفى، واسيبها كده لمدة 5 دقايق عشان تنزل السوائل الزيادة. بعد كده جبت طاسة حطيتها على النار، وحطيت حوالي 5 معالق كبار من الزيت، ونزلت بالكبدة بتاعتي. هقلبها كده وتاخد صدمة كده من الناحية اللي تحت. بعد كده هقلبها ما تاخدش مدة التسوية زيادة عن اللزوم عشان ما تشدش منك. هحط طبعا الملح المظبوط، وحطيت كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان كنت مقطعة كده قرنين من الفلفل الرومي، وكنت مقطعهم شرايح بالشكل ده. فلو عندك فلفل سبايسي وبتحبيه فممكن تنزلي بيه. وزودت كمان نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة من الكزبرة الناعمة. هقلب كل المكونات كويس جدا عشان كلها كده تخش على بعض. فخلي بالك في الوقت ده ما تزوديش عن التسوية عشان ما تشدش منك. تعالوا بقى كده نشوف الكبدة، ما شاء الله بتقطم ما بتشدش، وكمان اللون بتاعها مغمقش، فده عشان الليمون اللي احنا حطيناه. كده هدفع عليها النار، خلاص هي كده استوت معايا وجاهزة. فلو وصلت لحد هنا يا ماما ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. شايفين شكلها ما شاء الله حلو جدا جدا. فعملت كده جنبها سلطة طحينة. هشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.